بشير، هل وصول بشير الجميل إلى الرئاسة الأولى رئاسة الجمهورية يعني تسلم حزب الكتائب اللبنانية السلطة في البلاد بحيث يطبق حكم الحزب الواحد؟ يلي طرح السؤال فكره فاضي كتير. يلي طرح السؤال يعني على كل بحب اقول شغله. لولا بيير جميل بده يعمل حزب واحد كان عمله بسنة 1936، ما كان ناطر بعد 45 سنة ليعمل الحزب الواحد. ولولا الكتائب اللبنانية بتؤمن بعقيدة الحزب الواحد، بعتقد التجربة بلبنان برهنت انه اي شيء بينبنى على القوة، واي شيء بينبنى على الاستفزاز، واي شيء بينبنى على الضغط العسكري او على الفرد، هيدا شيء ما بيدوم. والكتائب ضاينت 45 سنة لانها امنت بالحريات، لانه من صميم عقيدتها كان احترام الانسان الفرد، من صميم عقيدتها كان احترام التعددية بكل نواحيها، التعددية السياسية، احترام المبادئ والقيم والحرية. من صميم عقيدتنا كانت كل هالأمور هاي، وما بحياتنا لا من بعيد ولا من قريب فكرنا انه القوة يلي ممكن تكون عند الكتائب تستعمل للفرد او تستعمل لأي شيء خارج الإطار يلي يجب ان تستعمل فيه. بس هون بحب اقول شغلة كمان. الكتائب حزب سياسي، وقلت بخطابي يوم عيد الكتائب انه نحن كحزب سياسي صار لازم الشيخ بيير يسمح للكتائب تطمح لتلعب دور سياسي بكل معنى الكلمة. ما بقى بدنا نكون نحن بس للتمسيح وبس للتقحيط، ما بقى بدنا. ما بقى بدنا انه كل عهد بيجي يعكز على الكتائب 6 سنوات، وبنهاية 6 سنوات يقولوا لنا انتو حزب يا اخي، وانتو اذا جيتوا بدكم تسلطوا علينا المكنة الكتائبية وبدكم تفرضوا علينا امور من هالنوع، ومعلش خلونا نجيب حدا يقدر يرضي كل الاطراف. جبنا كتير ناس ترضي كل الاطراف، شفتوا شو صار اليوم. الكتائب يلي قدمت 1500 شهيد من صفوفها، الكتائب يلي تحملت المسؤولية الأساسية. نحن قمنا بالدور مدة 8 سنوات وتحملنا المسؤوليات مدة 8 سنوات. بعتقد انه من حق الكتائب مثل غيرها من كل باقي الأحزاب ومن كل باقي التنظيمات يكون في عندها إمكانية ويكون في عندها تحسس بالمسؤولية لتطمح تتحمل هالمسؤوليات هيدي وتحاول تنقذ البلد. نحن ما عنا بقى اي عقدة تجاه هالوضع هيدا. نحن مثلنا مثل غيرنا بنطمح ومنقولها علنا انه نتحمل مسؤوليات بهالبلد، وما بعتقد انه اخطأنا او اخفأنا بالوقت اللي كنا عم نتحمل المسؤوليات، ان كان نيابيا عبر الندوة الكتائبية البرلمانية بمجلس النواب او عبر كل ممثلينا بالحكم وقت يلي كانوا موجودين بالوزارات المختلفة. نحن تحملنا كل المسؤوليات، وما في اي سبب اليوم ليش ما نكمل عم نتحمل هالمسؤوليات مثل ما تحملناها من 45 سنة لليوم. من هون لنوصل يقولوا لنا انه انتوا اذا جيتوا الحزب الواحد، واذا جيتوا هيمنة الميليشيات، واذا جيتوا هيمنة المجلس الحربي، واذا جيتوا هيمنة القوات اللبنانية، واذا جيتوا رح تحكموا عبر الجيش اللبناني والمحافظة على ديب انستاز او على الشرطة الكتائبية او على مجلس الامن. انا بعتقد انه هيدي كلها امور عم تنقال لتشويه الحقيقة ولتشويه الصورة. انا بعتبر انه هالامور عم نراشق بحجار بطريقة كتير رخيصة وبطريقة كتير غير مضبوطة وكتير غير حقيقية. نحن كنا شرفاء وقت يلي تحملنا مسؤوليات، ومنكون شرفاء وقت يلي منتحمل مسؤوليات أخرى كمان.